ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما اشوفكم بخير. تعالوا نعمل وصفة الشوريك دلوقتي. رحمة ونور على روح والدي، ربنا يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين، نسألكم الدعاء. يلا معايا نشوف المقادير بتاعتنا. عندي كيلو دقيق، انا جايباه دقيق فاخر. تمام. هنحط على كيلو دقيق، هنحط المكونات الدراي كلها على بعضها. هحط فيه معلقتين لبن بودرة وعليهم ربع معلقة ملح. لو انت هتعجني باللبن بلاش اللبن البودرة، انا عشان هعجن بمية هتعجني هتحطي لبن بودرة. تمام. وعندي كوباية سكر بودرة، يا اما لو مش عايزه تحطي سكر بودره ممكن تحطي السكر اللي هو الحبيبات العادي، بس يا ريت الحبه الناعمه، لو الحبه الخشنه هتضايقك جدا ومش هتفك بسرعه مع العجن. تمام. وعندي الاول هنعجن، انا عايزه مج كامل ماده دهنيه، دي سمنه. انا هعجن بيها الاول، هفرك بيها، وبعدين في الاخر بعد ما اخلص العجينه بتاعتي هحط نص المج التاني زيت. تمام. يعني احنا الاول هنخلص دول. عندي بيضتين، انا هحط بيضه ونص البيضه التانية هنلمع بيها. وعندي فانيليا سلق او فانيليا باودر، وفي ممكن تحطي معلقه خل. بس دي مكوناتنا. هنبدا نقول بسم الله. هنحط الدقيق بتاعنا، هنحط على الدقيق نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام. وهنحط عندنا الخميره الفوريه، هنحط معلقه كبيره اللي هي حوالي 18 جرام، اللي هي بتيجي في الكيس. وهنحط مع بعض كده اللبن البودر والملح والسكر كله على بعضه، وهنبتدي نقلب المكونات الدراي كلها مع بعضها. ودي معلقه سمسم، لو حابه تحطي مع العجينه ماشي، مش حابه خلاص ممكن تحطيه بره فوق الوش لما نيجي قبل ما ندخله الفرن. انا هحط دلوقتي معلقه اهي. تمام. وهكمل تقليب فيها، لو بايدك ماشي، لو عندك عجان ماشي مفيش مشكله. هنبدا نحط اول بيضه، تاني بيضه هنكسرها في الطبق هنا. تمام. وهنحط عليها الفانيليا، وهنحط على دي فانيليا، بيض يبقى فانيليا على طول. تمام. هنضربها عشان احنا هناخد نص بيضه. والنص اللي عندنا التلميع كده ضربناها. هنحط نص البيضه ماشي، والنص التاني فيه عليه فانيليا، هنركنه على جنب دلوقتي. وهنبتدي نحط السمنه بتاعتنا. عايزه تحطي زيت كله ماشي، بس انا حابه احط سمنه الاول النص، والنص التاني هحط معاه الزيت. هنبتدي نضربهم نفركهم مع بعضهم كده، تشرب كله زي حبات الرمل كده. هنبتدي كل دقيق، ما عنديش الميه او اللبن اللي هتحطيه ملوش مقادير معينه، على حسب ما ياخد الدقيق اللي معاكي. تمام. فاحنا هنحط شويه كده وهنبتدي نعجن. كل ما يبتدي ياخد الميه اللي فيه بحط له حبه ميه صغيرين، يعني بديله معلقه معلقه. ما تحطيش كله عشان ما تطلعش العجينه لينه معاكي وما تعرفيش تتصرفي فيه، بس ليها حل، بس خلي في بالك كده. الدقيق خد كل السوائل، هحط بقى معلقه خل. معلقه واحده بس كده. هي العجينه خلاص اكتفت اهي بالسوائل اللي انا اديتها لها. هنبتدي دلوقتي بقى ايه، هنقفل عليها وهنحط الزيت اللي هيلم بيها بقى العجينه. تمام. خلصت العجينه بتاعتنا اهي، شايفين لينه وطريه وسهله التشكيل، بس احنا هنسيبها لحد ما تخمر خالص. تمام. هعمل معاهم شويه قرص سريع كده. انا حطيت كيلو دقيق، عليه معلقه كبيره خميره، معلقه لبن بودره، معلقه صغيره ملح،
عندي معلقتين سكر، تمام، وشعرة فانيليا بودرة، بس دول. وهنبتدي نقلبهم مع بعض. حطيت نص كيلو سمنه على الكيلو دقيق. خلصت معانا على عجينه الفطيره اهي، عجينه مفتحه زي ما انتم شايفين، تمام. هنلمها ونحطها في طبق برده ونسيبها تخمر. لو عايزه مستعجله على التخمير بتاعها ممكن تعملي دولاب تخمير، يعني تولعي الفرن وتحطي فيه صينيه لحد الميه اللي فيها ميه، الميه اللي فيها تطلع بخار تطفي الفرن، وبعدين تدخلي دول وتغطيهم كويس بفوطه. هتبص تلاقيهم شويه كده ربع ساعه تلاقيهم رفعوا معاكي على طول. تبتدي الشريك اهو خمر معايا. انا كنت حطاه في دولاب التخمير. انا حطيت صينيه وحطيت فيها ميه مغليه من الكتل وفيها الفطير والشريك، وسبتهم زي ما انتم شايفين تبارك الله عليت اهي. وريحه العجينه والخميره اللي فيها جميله جدا. هنبتدي نقطعها دلوقتي كور، وهنبتدي نشكلها اشكال مختلفه، تمام. هنبتدي بقى نشكل. انا قرصتهم كلهم كور وهنشكل بقى اللي عايزينها واحده بس. هنبتدي نفردها زي ما شايفين كده. بعدين هنعمل فيها ايه؟ هنبططها عشان عايزاها تعلى شويه معايا. هتتبطط كده وهنبتدي نلفها اسطوانه تاني، ونقفلها وهنبتدي نفردها تاني. بالطريقه دي انت بتفرغي فيها، بتدخلي هواء عشان تفرد معاكي وتعلى تاني، يعني احنا لسه هنكملها، تمام. وهنبتدي نحط دي كده اهي، ونحطها في النص كده. دي بصي طالعه ازاي، هتبتدي تنزليها زي المنجقونه، تمام. وهنحطها في صاج مدهون ماده دهنيه. بس هنعمل واحده تاني كده. ده عشان تدخلي برضو الهواء اهو. فريتي تمام. الشكل التاني بقى هناخد كوره منهم، هنقسمها لتلاتة، تمام. وهنعملها 3 كور، تمام. وهنفرد كل واحده كده. بس قربيهم لبعض، تمام كده. وهنبتدي ايه؟ نمسكهم مع بعض كده. ده شكل بقى ايه الشريك العادي، الشكل ده. وفي شكل تاني عبارة عن 2 اهي كده. فيها اشكال كتيرة، اعملي الشكل اللي يعجبك. وهنبتدي نعملهم زي حلزوني كده. برضو ده شكل، تمام كده. الشريك بتاعنا خلاص خلص اهو.
انا جبت عندي النص البيضه اللي احنا كنا حاطين عليه الفانيليا اللي قسمناها بتاعه الشريك، وحطيت عليها معلقه لبن، وحطيت حبه صغيرين قوي ربع معلقه اللي هي نسكافيه او قهوه سريع الذوبان. تمام. وهنربها مع بعضها ونبتدي ندهن الوش بتاعنا، وش الشريك بيديك لون جميل جدا في التسويه. كده خلاص دهنتها كلها. وعندي هنا سمسم وحبه البركه وحبه سكر، همشي بقى عليهم كده وهبتدي ارش. كده خلصوا، هنغطيهم بقى لحد ما يتضاعف حجمهم، وبعد كده نولع عليهم الفرن. تمام. القرص كمان اهي خلصت زي ما انتم شايفين، برضو خمرت ضعف حجمها. تمام. هنبتدي نقطعها بقى على قد، شوفي القرصه انت عايزاها صغيره ولا كبيره. شايفين ما شاء الله الخميره فيها جميله ونشره جميله. هخلصها وارجع لكم. عملنا الفطيره اهو كور وقرصتها، هحطها بقى في السيجان اللي برضو مدهونه بماده دهنيه. تمام. يعني مدهونه، تحطي نقطه كده وبالمنديل وتمسحيها مسحه بسيطه بس عشان ما يلزقش فيها. تمام. وهنسيبه برضو يرفع معانا. دهنتها بنفس الخليط اللي دهنا بيه الشريك، وخرمتها بخله. تمام. كده خلص معانا اهو القرص بتاعتنا زي ما انتم شايفين، تسويه جميله جدا اهي. اهي هنا الشريك بتاعنا اهو، العجينه طريه حلوه. يا رب الوصفه تعجبكم، بألف هنا وشفا.